السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعدادي عاملين يا رب تكونوا بخير. أنا معاك مستر أحمد عبد الفتاح، والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أول الاختبارات التراكمية القصيرة في الهندسة. نزلنا أول اختبار في الجبر، والنهاردة إن شاء الله أول اختبار في الهندسة. فلو أنت لسه جديد اشترك في القناة وانضم لينا عشان تتابع معنا المراجعات والشرح وحل كتاب المعاصر بصفة خاصة. فهتلاقي هنا الحل بأسلوب بسيط وسهل جدا إن شاء الله، ومراجعات جميلة وامتحانات متوقعة. كل ده على القناة بأمر الله، فانضم لينا عشان يوصلك كل حاجة جميلة إن شاء الله. أول سؤال معانا بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أول حاجة بتقول أو أول سؤال بيقول الزاويتان المتتامتان. مش هديلك تحتها خط. متتامتان يعني كم درجة يا مستر؟ يعني 90. المتساويتان في القياس يعني الزاويتين الاتنين متتامتان، يعني احنا لو رسمناهم هتلاقيهم عاملين كده. دي زاوية قائمة 90، وجينا قسمناها نصين اتنين، دي زاوية 45 ودي زاوية 45، فقسمنا لك 90 على الاتنين فيها 45، يبقى قياس كل منهما كام؟ 45 اللي هي دي. تمام. السؤال التاني معانا بيقول إذا امتدت قطعة مستقيمة من أحد طرفيها بلا حدود. يعني ادي عندك دي قطعة مستقيمة لها بداية ولها نهاية. لو مديناها من ناحية هنا بلا حدود كده أصبح الشكل اللي قدامك ده شكل ايه؟ فنقول الشكل ده هو شكل شعاع. يبقى الشكل ده يبقى شكل ايه؟ شعاع. فعندنا هنا الزاوية التي قياسها 89 درجة و53 دقيقة، ما كملتش 90، هنا ما وصلتش 90 معانا، فعشان كده الزاوية ديت هيبقى نوعها زاوية حادة. يبقى زاوية يا جماعة زاوية حادة لأنها أقل من 90. السؤال رقم 4 بيقول الزاوية الحادة تكمل يعني توصلها ل180. فلو مثلا لو احنا عندنا زاوية حادة قياسها 30، المكملة ليها هنقول 180 ناقص 30 تطلع 150. فالحادة الزاوية الحادة تكملها زاوية ايه؟ زاوية منفرجة. تكملها زاوية ايه؟ منفرجة. فعلشان كده الزاوية الحادة تكمل زاوية منفرجة اهو. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أكمل ما يلي. الزاوية التي قياسها 70 تكمل زاوية قياسها كام؟ هنقول 180 ناقص 70 هتطلع 110. يبقى هنا تكون كام يا جماعة؟ 110 علشان تكمل. طيب السؤال رقم 2 إذا كان قياس زاوية ألف 110 فإن زاوية المنعكسة هنطرح من 360. يبقى أنت المفروض هنا تقول 360 ناقص 110. هات الآلة بتاعتك واحسبها لنا. هنقول كده 360 ناقص 110 يساوي هتطلع 250. يبقى المفروض هنا تبقى 250. يبقى كلمة منعكسة ديت بنطرح من كام يا جماعة؟ 360. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا الزاويتان المتجاورتان المتتامتان ضلعيهما المتطرفان نقط. احنا عندنا زاويتان متجاورتان متتامتان اولا كده يعني مجموع قياسهم هما الاتنين 90 يعني كده. تمام 90 كده وكده. طيب الطرف ده واحنا لو قسمناها كده طبعا هنا كده يبقى عندك ادي زاوية هنا وزاوية هنا. الزاويتين دول متتامتان طرفيهما اللي هو باللون الاخضر ده، فطرفيهما هيكون ايه بقى؟ طرفيهما هيكونوا متعامدان. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت النسبة بين قياس زاويتان متكاملتان 1:2 فإن قياس الزاوية الصغرى متكاملتان 1:2 اللي هي اعرفها كده 60/120. ديت نص ديت نص دي 1:2 يعني 60 نص 120. فدي بنسبة على 2. يبقى الصورة فيهم كام؟ نقول له 60 درجة والكبرى 120 درجة. بعد كده وصلنا للسؤال الثالث هنا اللي بيقول في الشكل المقابل. في الشكل المقابل قياس زاوية د باء هاء. د باء هاء الزاوية ده اهي 90. خدت بالك معايا؟ الزاوية دي كده 90 ده اهي ماشي عشان قائم. وقياس زاوية ألف باء د 43 ودي 43. تمام. احسب قياس زاوية هاء باء جيم. هاء باء جيم اللي هي ده اهي
وتاني حاجة نحسب زاوية د باء ج. د باء ج. أول حاجة قياس زاوية هاء باء ج هنجيبها ازاي؟ موضوع بسيط، هنقول 180 ناقص ونفتح قوس، دي زاوية مستقيمة، هنقول 180 ناقص 43 زائد 90 يساوي، هتجيب الآلة الحاسبة بتاعتك اهو، وهتقول كده 180 ناقص، نفتح قوس ونقول هنا 43 زائد 90 اقفل القوس يساوي، تطلع معاك 47. يبقى المفروض هنا تبقى كام يا جماعة؟ 47. دي كده 47. طيب ده المطلوب الأول. المطلوب التاني عاوز قياس زاوية د باء ج. فين بقى هي؟ د باء ج اللي هي دي، كل دي اللي هي عبارة عن ايه وايه؟ اللي هي عبارة عن الزاويتين دول مع بعض، 90 زائد 47. هنجيب برضو نفس الآلة بتاعتنا ونقول 90 زائد 47 يساوي، تطلع 137. 137. يبقى الزاوية دي كلها على بعضها 137. يبقى طلعنا دي يا جماعة 47 وطلعنا ديت 137. طيب تعال نشوف السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول هنا في شكل مقابل قياس زاوية باء ألف ج 40، وقياس زاوية ج ألف واو 60، وقياس زاوية واو ألف د 80، ب40 و60 و80. وضح مع ذكر السبب هل ألف د وألف باء على استقامة واحدة، ألف باء وألف د على استقامة واحدة أم لا؟ خد بالك يطلعوا على استقامة واحدة، لو جمعنا دول طلعوا 180. فنقول هنا بما أن قياس زاوية باء ألف ج زائد قياس زاوية ج ألف واو زائد قياس زاوية واو ألف د هيساوي 40 زائد 60 زائد 80، دول 100 وده 80، 180. طلعوا 180. يبقى إذن ألف د وألف باء على استقامة واحدة، على استقامة ايه؟ واحدة. تمام. بكده يبقى وصلنا لنهاية حل الاختبار التراكمي رقم 1 في الهندسة. استنونا ان شاء الله في حل باقي الاختبارات ان شاء الله الفترة اللي جاية. اشوفكم على خير في فيديو جديد. منساش اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا ان شاء الله الفترة اللي جاية. مع السلامة.